السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الرؤى التي يراها الإنسان في منامه القلم. والقلم هناك سورة في القرآن باسم سورة القلم، والقلم وسيلة العلم، والقلم رمز للمعاني الجميلة، منها سداد دين المديون، اللهم اقض ديننا يا رب العالمين. والقلم نعمة من الله عز وجل على عباده، وكما رأيتم في القرآن في الجزء 29 السورة الثانية منه سورة القلم، فهي أداة العلم والنفع. ويدل رؤية القلم في المنام لما تشوف قلم على أنك ستتقدم علميا، تحصل على شهادات، تحصل على أبحاث، تحقق نظريات، تصل إلى رئاسة، تصل إلى أن تكون قائد. ومن الإشارات التي يشير إليها رؤية القلم أن الرجل إذا تزوج سيلد إن شاء الله مولود ذكر بإذن الله، وسيكون هذا المولود محبا للعلم والدراسة. وده أكتر ما يكون عند الشباب اللي زيكم، اللي هم بادئين حياتهم لسه متجوزين بقالهم سنة سنتين ثلاثة، حتى إن مراتك لسه ما عدتش 45 سنة وتشوف في المنام القلم، فإن شاء الله الست هتلد ذكر بإذن الله. القلم خطه لما تلاقيه في المنام قلم وخطه كبير وواضح جميل، رمز إلى أنك أنت رجل صريح، ما بتحبش الغموض ولا تحب اللف والدوران ولا بتحب الكلام اللي فيه تورية، وإنما أنت تحب الكلام الواضح، الكلمة المفهمة. ورؤية القلم الرصاص فقط سيكون أنت إنسان موهوب، إنسان أديب، إنسان مشهور. ولذلك أكتر الجماعة الفنانين الرسامين ما بيجوا يعلموا الولاد الرسم بيعلموهم بالقلم الهون، القلم الرصاص. طب كتابة بالقلم الرصاص، الكتابة بالقلم الرصاص عبارة عن انك انت انسان للأسف عندك طيش، عندك تسرع، هتفهم وتعدل منهجك بعد ذلك. يبقى معناها لو انت لقيت نفسك بتكتب بالقلم الرصاص يبقى معناها ان انت مش متأني في اختيار الموضوع، مش متأني في قرارك، وعندك طيش بين وهوى جامح. يبقى ايه المطلوب؟ انك انت عدل من سلوكك، ما تاخدش قرار الا بعد روية واستشارة، ما خاب من استشار. طب انت لو لقيت قلم حبر، بيقولوا اللي لقى قلم حبر ده انسان واضح في قراراته، صارم في أقواله، صارم في أفعاله. طيب لو واحد قاعد بيكتب وبص لقى صوبع من صوابعه، الصوبع ده تحول الإصبع إلى قلم، بدل ما يكون صوبع كده قدامك تحول إلى إيه؟ إلى قلم يكتب. معناها إيه بقى؟ أنت إنسان جاد في عملك، أنت إنسان جاد في عملك ومصابر، وإن شاء الله ستجني من عملك الثمرات المرجوة، فأبشر. طيب واحد تاجر بص لقى في ايده قلم، واحد محامي، واحد مهندس ماشي بص لقى مكتبة مليانة أقلام رصاص وجف، واحد معلم بص لقى بياع قدامه كده جايب مجموعات من الأقلام الحمراء والخضراء والزرقاء. فالقلم للتاجر رزق، وللمحامي قضايا كتيرة هتكسبها إن شاء الله. طب للطبيب مرضى كتيرة ربنا هيشفيهم على ايدك، وهكذا. التاجر اللي هيسافر بالتجارة بتاعته تجارتك آمنة، فأبشروا إن شاء الله. ده بالنسبة للقلم اللي هو رمز للرزق. في قلم بالنسبة للمريض، وربنا يشفي جميع مرضانا، اللهم اشفي جميع المرضى يا رب. المريض وهو نايم في الفراش شاف قلم، أو حد شاف له إن هو ماسك قلم، فالمريض لما يجد القلم بالنسبة له شفاء. طب بالنسبة للشاب الأعزب والفتاة العزباء لقى قلم جميل كده مسكه أو بيتأمل فيه أو بيكتب فيه، دي بشرى لك أنت يا ابني بالخطبة قريبا، وأنت يا بنتي بالعزباء خطبة إن شاء الله. طيب من يكتب بالقلم فعلى قدر ما يكتب سيكون عالما. فمثلا واحد بيقول أنا نايم في المنام مسكت القلم فقمت كاتب بيه، كتبت بيه أرقام، يعني 165 زائد فيه على كلام من ده، يعني ارقام حسابيه، هتكون ان شاء الله شاطر في الحساب، وهتكون عالم من علماء الحساب، وهتحقق نتائج مرجوه، وهكذا. طب افرض انا وضعت القلم في المحبره وهو اصلا كاتب، يدل على اغواء الشيطان والسقوط في المعاصي، احذر. طيب
لقيت قلمين بيكتب بهما في وقت واحد، قلمين في ايدك ماسكهم وبتكتب في وقت واحد، في انسان من عيلتك، ابوك، اخوك، ابن عمك، اي حد من العيلة مسافر غائب هيعود ان شاء الله. طيب القلم اتكسر، استعداد للرحيل من الدنيا، توب الى الله بسرعة. التقاط قلم رصاص، قال هينتفع بعلمك ان شاء الله. كل صاحب مهنة كتابة يجد القلم مثلا، دي بشرة، بشرة لانك انت هتموت مسطور. يعني كل محامي بيكتب، كل مهندس بيكتب، كل معلم بيكتب، كل طبيب بيكتب، ويلاقي القلم يبقى كل صاحب مهنة هيموت ايه؟ مسطور ان شاء الله، وربنا هيرزقه بحسن الخاتمة. طب القلم الجاف الازرق، حياتك هادئة واستقرار، عندك استقرار مادي واستقرار نفسي. يا ربنا يرزقنا بالاستقرار النفسي ويكفينا شر طمع الدنيا، امين يا رب العالمين. القلم الاحمر يدل على الرأي الحازم الذي يجب ان يتخذ، ولذلك اكتر المديرين والرؤساء بيبقى القلم بتاعهم قلم احمر، علشان ده اللي ايه، اللي خلاص خلص يعني. طب قلم جاف ازرق، حولك اعداء احذر منهم. طيب القلم دليل على تحصيل العلم، ودليل على ان شخصيتك قوية، ودليل على انك هتنجح في العمل، ودليل ان شاء الله ان شاء الله سوف تتخطى الصعاب، ودليل على مصدر الرزق الحلال. أسأل الله الواحد الأحد بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم بلغنا رمضان جميعا سعداء فرحين مطيعين الله رب العالمين، واغفر لوالدينا ووالد والدينا ولكل من له حق علينا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.